الاستاذ عمرو فاروق على دماغنا من فوق، على الدماغ اللي خلفه ابونا ماشي، وراجل كويس وكان واقف معانا في الاهلي وهو اللي عمل وهو اللي سوى. انت جاي عايز تعمل المستحيل؟ لا، ما هو برضه بالراحه عشان بس الامور تبقى واضحه. هو ايه المستحيل؟ يعني مثلا دوري، يعني مثلا هم لما اجلوا الدوري دلوقتي شهر، مش ضروري، ما هم ما اجلوش عشان تبقى عارف، هم اجلوه برضه لما الامن يتعافى ويرستق نفسه ويوضب نفسه. اصل برضه دي دوله، يعني دي دوله، الدوري هيبدا اهلي دوت. انا ما خدتش منه حاجه طول عمري، اللي هو ايه، طول عمري بشجع الاهلي. اعتذر الخطيب جالي السكر، واخد بالك، زعلا. بعد الخطيب محمد يوسف ده خبطني بالموتوسيكل، كسر لي الموتوسيكل وجري، واخد بالك، وكنت اعمل له محضر. ابني اللي مات ده قال لي لا ده اهلاوي يا بابا والحكايه والروايه. وادي تالت واقعه موتوا لي ابني. ادي اللي انا خدته من الاهلي، ادونا 100,000 جنيه. وانا هكتب عليك، خدت 50، والله العظيم انا مضيع 150,000 جنيه. انا ورشتي تعالى صورها معايا، انا قافلها من يوم عبد الرحمن مش عارف اشتغل. صرفت لنا 50 ضيعناهم في العازه. ده انا بروح كل يوم اصرف 60 جنيه وانا رايح المحكمه 3 اشهر، ولا عربيه والناس قاعده في الشمس واخر اهمال ومفيش اي حاجه، وعاملين لك مكتب. هم بيقولوا انا ما بروحش ناحيه الاهلي. انا لو دخلت نادي الاهلي هعمل حاجات مش كويسه، هعمل حاجات مش طبيعيه. فانا لا بروح عند الاهلي ولا باجي من عند الاهلي ولا عند بوابه الاهلي عايز اروح، ولا عايز اشوف حد من الاهلي ولا من اي حد منهم خالص، ولا العضويه اللي بيقولوا عليها، ولا يزيدني شرف ان انا يكون معايا عضويه من الاهلي ده بسبب الاداره. انا مش مع ان الدوري هيقف العمر كله، مش مع الدوري. هو الدوري، انا عايز اعرف، هو الرياضه دي هتقف؟ مش هتقف بينا ولا ببلانا، مش هتقف يا حاج. لو الدنيا كلها خربت مش هتقف. عن نفسي انا، لما انت شايف ان ناس، بعد اذنك وانت صورت معاهم، اللي شغال على توك توك واللي شغال في القهوه، وان كان القهواجي ما يعيبوش حاجه ولا ده يعيبوا حاجه ولا بتاع التوك توك يبيعوا حاجه، واخد بالك. طب ما تبدا يا سيدي من عند الناس الغلابه. لما انت عايز، سؤال بقى، خدني، ما انت عايز بقى، طب ما تبدا من تحت.